بيفتكروها بنت ضعيفة وبيتنمروا عليها، ولكنها بتخلص على جيش من الجنود عن طريق الخناجر الطائرة لوحدها. بيبدأ فيلم النهاردة ومجموعة من جنود الامبراطور بيبلغوا العقيد ليو والعقيد جين ان هم هيطلعوا في دورية علشان يدوروا على المجرمين والعصابات في المدينة. والعقيد ليو بيقول لجين ان الامبراطور سمح لهم ب10 ايام علشان يدوروا على كل اعضاء عصابة الخناجر الطائرة ويقتلوهم. فبيقول له مستحيل، الوقت قليل جدا لان صعب نحدد مكانهم لان هم متخفيين ومفيش اي معلومات عنهم، ده غير اننا خدنا 3 شهور علشان نقدر نقتل الزعيم بتاعهم قبل كده. فبيقول له ان في مكان بيتجمعوا فيه كل الراقصات من كل الصين، وبيشك ان في واحدة منهم تبع عصابة الخناجر الطائرة ومهمته دلوقتي انه يتخفي ويروح هناك ويقبض عليها. بيتخفى جين وبيروح هناك وبيعمل نفسه زبون عادي جدا، وبيطلب من مديرة المكان اللي بيكون اسمها يانج انها تجيب له اجمل بنت عندها. فبتقول له في واحدة بس عندها مشكلة صغيرة وهي انها عامية ما بتشوفش، فبيطلب منها انها تجيبها له ويشوفها. فبتروح تجيب له البنت وبيسألها العقيد جين اسمك ايه، فبتقول له مي، وانها اتولدت عامية ومضطرة تشتغل في المكان ده علشان تقدر تعيش. فبيطلب منها انها ترقص، وفعلا بتيجي فرقة موسيقية وبتبدأ مي انها ترقص وتغني وتبين مهاراتها وبراعتها في الرقص. هنا جين بيسكر وبيعتدي عليها، فبيدخل بسرعة العقيد ليو وبينقذها منه وبيقبض عليها. ولكن يانج بتترجاه وبتقول له انها عامية وما بتشوفش، ده غير كمان انها بتعرف ترقص كويس جدا وممكن يتأكد بنفسه. فبيأمر الفرقة الموسيقية انها هتيجي مرة تانية، وفعلا بتبدأ مي ترقص، وبنعرف انها دقيقة جدا في تحديد الاهداف، والعقيد ليو بيعجب جدا بيها. بس فجأة بتهجم عليه بالسيف وبتحاول تقتله، ولكن بيقدر يتفادى كل ضرباتها وينقذ نفسه. وبيسألها عاوزة تقتليني ليه، فبتقول له انتوا كلكم كلاب للحكومة واتمنى اخلص عليكم كلكم. وبيدور قتال بينهم قوي جدا، بتبين مي مهارتها العالية جدا في القتال رغم انها عامية، وبتعمل حركات محترفة جدا، وبتكون مصممة انها تخلص على العقيد ليو وتقتله. ولكن بينجح ليو انه يخدعها ويلف من وراها ويرميها في المية، وفي النهاية بيعتقلها وبيسجنوها. وبيلاقوا في اوضتها مجموعة كبيرة من الخناجر، بيكتشف انها من عصابة الخناجر الطائرة، وبيسألها مين هو زعيم العصابة الجديد بتاعكم وموجود فين، ومش بترضى تنطق بولا كلمة. فبياخدها وبيهددها انه هيعذبها بكل وسائل التعذيب لو ما اعترفتش مين هو الزعيم بتاعهم ومكانه فين. ولكن رغم كل التهديدات مي بترفض انها تتكلم او تقول اي حاجة. جين بيقول له بعدها ان زعيم الخناجر الطائرة كان عنده بنت عامية واحتمال كبير تكون هي مي. فبيسأله ليه واحدة عامية زي مي تكون موجودة في مكان مشبوه زي اللي كانت موجودة فيه. فبيقول له ما عنديش تفسير لده. فليو بيقترح عليه فكرة تساعدهم ان هم يعرفوا مكان كل اعضاء الخناجر الطائرة وزعيمهم. فجين بيوافق على الفكرة بدون تردد، وبيقرر انه ينفذها في نفس الوقت كمان. وبنشوف مي مسجونة ومربوطة بسلاسل، وفجأة واحد بيهجم على الجنود وبيضربهم، وبيدخل يخلص على باقي الجنود التانيين ويقتلهم. وبيروح يفك مي من السلاسل وياخدها ويهرب، وبيدخل الغابة وهناك بيمسكها سيف علشان تمشي وراه. وكل ده ومي مش عارفة هو مين، بس بنكتشف ان هو العقيد جين. وبيقول لها انا اللي حاولت اعتدي عليكي قبل كده. فبتسأله ليه عرضت نفسك للخطر وهربتني من السجن. فبيقول لها انا هعمل كل حاجة علشان خاطرك. وبيقول لها انه عارف ان هي بنت زعيم الخناجر الطائرة وبيديها الخناجر بتاعتها. وبيقول لها ان هو بيكره الحكومة الفاسدة وبيحب كل اعضاء الخناجر الطائرة، وبيقول ان هو نفسه انه ينتمي ليهم ويحارب الحكومة الفاسدة. وبيكملوا طريقهم في الغابة، ولما بتسأله عن اسمه بيقول لها اسمي ويند. وبيفضلوا مكملين طريقهم وبيخليها تلمس وشه علشان تتعرف على ملامحه وتحفظها كويس. وبتقدر فعلا انها تحفظ كل ملامح وشه وبتطمن له وتثق فيه. وبيحسوا بحركة جنود جاية تهجم عليهم فبيجروا بسرعة، ولكن بتكتشف وقتها ان مجموعة الخناجر بتاعتها وقعت منها في الغابة. فبيسيبها جين لوحدها وبيرجع تاني علشان يدور على الخناجر. وبعد فترة قصيرة بيقدر يلاقي الخناجر بتاعتها وبيرجع بسرعة جري علشان يوصل لها. وفي الوقت ده عدد من الجنود بتوع الامبراطور بيحوطوها من كل ناحية وبيفضلوا يجروا وراها. بتحاول تهرب منهم بأي طريقة ولكن للأسف ما بتعرفش، وبيهاجموها وبيحاولوا يقتلوها ويخلصوا عليها، ولكن بتفضل تقاوم وتقتل فيهم واحد ورا التاني. وبتقدر انها تخلص على كل الجنود اللي بيحاولوا يقتلوها، ولكن بتيجي مجموعة تانية وبيحوطوها من كل ناحية وبيدور قتال عنيف جدا بينهم. وبتقدر انها تضربهم ضربات قوية جدا وتوقعهم على الارض. بيقدروا يمسكوها، ولكن فجأة بيوصل جين وبيضربهم بالسهام واحد ورا التاني وبيقتلهم كلهم وبينقذها من الموت. وبيجري عليها بسرعة ويوصل عندها وبيتأسف لها انه اتأخر عليها، وبياخدها معاه ويمشي من المكان بسرعة. وبعد ما بيمشي جين ومي كل الجنود اللي اتقتلوا بيقوموا تاني
وكأن مفيش حاجة حصلت. وبنشوف جين ومي عند النهر وبيسألها ليه الخناجر الطائرة ما بعتوش حد غيرك للمهمة، فبتقول له انها لازم تنتقم لموت ابوها بنفسها، وبيجيب لها هدوم جديدة وتلبسها، وبيقول لها انه معجب بيها جدا من اول لحظة شافها فيها. وتاني يوم بيروح جين ويقابل ليو وبيقول له الهجوم اللي حصل علينا امبارح اقنع مي ان كل اللي حصل ده حقيقي وخلاص بلعت الطعم. فليو بيحذره بيقول له خلي بالك منها لانها ذكية جدا زي ابوها وممكن توقعك في حبها، وساعتها خطتنا هتتكشف ومش هنقدر نوصل ونعرف المكان اللي موجودين فيه الخناجر الطائرة. فبيطمنه بيقول له انا ملتزم بالخطة بالظبط، وبيسيبه ويمشي. وبيرجع لمي وبياخدها ويمشي وبيروح لمكان كله ورود، وبيروح يجيب لها مجموعة كبيرة جدا من الورود ويقدمها لها هدية، وبتكون فرحانة قوي بكل حاجة بيعملها علشانها. فجأة 2 من الجنود بيهجموا عليهم، بس جين بيحاول يفهمهم ان هو قائد في الجيش ولازم يمشوا بسرعة، ولكن ما بيكونوش عارفين وبيهجموا عليه وبيدور قتال بينهم. وبتقدر مي انها تقتلهم بالخناجر اللي معاها. مجموعة تانية بتهجم عليهم ومي بتستخدم مهاراتها وقوتها في انها تخلص عليهم، ومن بعيد بيقدر جين انه يقتلهم واحد ورا التاني بالسهام اللي معاه وينقذ مي. وبعدها بتيجي مجموعة كبيرة جدا من الجنود وبيجروا وراهم وبيحوطوهم من كل ناحية، وقبل ما يقتلوهم فجأة واحد بيضرب الجنود بالخناجر من بعيد وبيقتلهم كلهم ويخلص عليهم، ولكن فجأة ما بيعرفوش مين هو ولا بيشوفوه. وبعد المعركة ما بتخلص مي بتقرب منه وبتقول له انا دلوقتي صدقتك انك بتعمل كل حاجة علشان تنقذني وتحميني. وبعدها جين بيقابل ليو بيقول له ليه الجنود حاولوا يقتلوني، فبيقول له ان الامبراطور هو اللي بعتهم وما يعرفوش اي حاجة عن الخطة بتاعتنا وانه لازم يتحمل علشان الخطة بتاعتهم ما تفشلش. بس جين بيكون متضايق جدا انه قتل جنوده، فبيقول له ليو ان الامبراطور كل اللي يهمه انه يعرف مكان عصابة الخناجر الطائرة ويخرجهم من مكانهم ويخلص عليهم. وبيقول له في جنود كتير جدا بعتهم الامبراطور علشان يقتلوك، وبيديه عدد كبير من السهام، ولكن جين بيرفض وبيقول له انا منسحب من الخطة وبيسيبه ويمشي. ولما بيرجع لمي بتقول له انت بتحبني ولا لا، فبيحاول ان يتهرب من السؤال باي طريقة، ولما بتضغط عليه علشان يجاوب بيرفض يتكلم، فبتفهم انه ما بيحبهاش وبتسيبه وتمشي. وبتركب الحصان بتاعها وبتستعد علشان تمشي، فبيروح عندها وبيقول لها هتمشي تروحي فين، وبيسألها هل هتروح لعصابة الخناجر الطائرة مرة تانية ولا لا، فبتقول له انها سابتهم خلاص ومش هترجع لهم تاني، وبتاخد حصانها وتمشي وتسيبه لوحده في الغابة. وجين بعدها بياخد حصانه ويمشي، ولكن بعد فترة بيقف وبيفكر انه يرجع لها تاني، وفعلا بيرجع بالحصان بسرعة. بس للأسف في الوقت ده مجموعة كبيرة من الجنود الامبراطور بيوصلوا عندها وبيهاجموها وبيحاولوا يقتلوها، وبتبدأ تدافع عن نفسها وتضرب اي حد بيقرب منها، وبيستخدموا اسلحة كتير علشان يقتلوها، ولكن بتقدر انها تصدها كلها وتدمرها. فبيحوطوها من كل اتجاه، وبتمسك عصا ضخمة جدا وبتبدأ انها تضرب فيهم وتوقعهم واحد ورا التاني. وفي الوقت ده بيجي جين وينقذها منهم ويفضل يقتل في كل الجنود اللي حواليها، وبياخدها ويهرب بسرعة وسط الغابة، بس بيجروا وراه طبعا وبيطلعوا فوق الشجر وبيرموا عليهم اسلحة علشان يقتلوهم، ولكن بيقدروا ان هم يهربوا منها وسط الغابة. بس للأسف بيظهر عدد كبير منهم، وفي النهاية بيحوطوهم من كل اتجاه وبيحبسوهم. وبتسأله مي انت رجعت ليه تاني، فبيقول لها رجعت علشانك، وبتتأكد وقتها انه بيحبها. وفي الوقت ده الجنود بيقربوا منهم، وقبل ما يهجموا عليهم ويقتلوهم بتظهر عصابة الخناجر الطائرة وبيقتلوا كل الجنود وبيخلصوا عليهم وينقذوهم. وبنشوف بعدها جين قاعد مع يانج وبيقول لها انا عمري ما كنت اتخيل انك تكوني زعيمة الخناجر الطائرة. وبتسأله عن رأيه في مي، فبيقول لها انها جميلة جدا وبتعرض عليه الجواز منها. بيتفاجئ من طلبها في البداية بس بيقبل ويتجوزها، وفجأة بترمي عليه شبكة وبتكتفه، وبيعرف انها كانت بتخدعه علشان تعرف ايه اللي حصل بينهم. وكمان بيقبضوا على العقيد ليو، وبتقول لهم يانج انها كشفت خطتهم من البداية وكانت مراقباهم من الاول، وكانت عارفة ان هم عاوزين يوصلوا للزعيم من خلال مي. وفجأة بتدخل مي وبتقدم لها الشاي، وبيتصدم جين لما بيعرف انها مش عامية وبتقدر تشوف، وبتقول له انها مش بنت الزعيم زي ما كان فاكر، وانها انتحلت شخصيتها علشان تقدر تنفذ مهمتها. وبياخدوا ليو ويمشوا علشان ينفذوا فيه حكم الاعدام، وبيقفوا وسط الغابة، وبنتفاجئ ان يانج بتفكه من الحبال اللي مربوط بيها، وبنعرف وقتها انه واحد من اعضاء عصابة الخناجر الطايرة، والعصابة قدروا ان هم يحطوه وسط الحكومة بتاعة الامبراطور علشان يسهل لهم تنفيذ مهمات كتير جدا. وبيسألها ليو مين اللي بعت مي واختارها للمهمة، فبتقول له الزعيمة. وبنعرف وقتها انه بيحبها جدا وكان خايف عليها ان جين يقدر انه يأثر عليها ويخليها تحبه، وبتسمح له انه يقابل مي بعدها. ولما بيشوفها بيقول لها انه بيحبها جدا، وطول ال3 سنين اللي فاتوا كان بيفكر فيها، ووجودها في خياله هو اللي ساعده يستمر في مهمته لحد دلوقتي. ولما بيقرب منها
انها بترفضه، وبيكتشف وقتها انها بتحب جين، فبيحاول انه يعتدي عليها، ولكن بتيجي يانج وبتضربه بخنجر في كتفه، وبتقول له انها هترجعه تاني يتجاسس على حكومة الامبراطور. ويانج بتقول لمي ان حبها لجين مش هيستمر وملهمش اي فرصة مع بعض، وانها دلوقتي لازم تقتله بنفسها علشان تكون نفذت مهمتها اللي راحت علشانها، وبتطيع اوامرها بدون تفكير. وبنشوفها وهي واخداه وجراه وسط الغابة علشان تقتله، وبعد ما بيوصلوا للمكان اللي المفروض تقتله فيه بتقول له انا حاولت قبل كده اسيبك وامشي علشان انقذ حياتك، لكن انت للاسف رجعت لي تاني. وبتقول له انها مش ممكن تسيبه يمشي علشان لو مشي هينفذ خطته وهيقبض على كل اعضاء الخناجر الطائرة ومش هيسيبها تعيش. بس بيتفاجئ انها بتحل قيوده وبتقطع الحبل اللي مربوط بيه، وبتاكد وقتها انها بتحبه، وبعدها بتقول له انه لازم يهرب بسرعة قبل ما يجي يقتلوه. فبيسأل انها بتحب حد غيره ولا لا، فبتقول له ايوه، وبتعرفه ان هو اللي قتل كل جنود الامبراطور وانقذهم لما هجموا عليهم، بس ما بتقولوش هو مين. وقبل ما يمشي ويودعها بيقول لها انها تيجي معاه ويبعدوا ويعيشوا لوحدهم بعيد عن كل ده، ولكن بترفض انها تروح معاه وبتودعه، وبياخد حصانه وبيمشي وبيسيبها لوحدها وبتفضل تبكي عليه. وبعد تفكير منها بتركب حصانها وبتمشي في نفس الطريق اللي مشي منه علشان تلحقوا ويهربوا مع بعض، ولكن للاسف ليو بيقابلها في الطريق وبيرمي عليها الخناجر وبيصيبها وبيوقعها من فوق الحصان، وبيروح يقول لها انه مش ممكن يسيبها تروح وراه لانه بيحبها، ولو صممت انها تروح له هيقتلها ومش هيسيبها تعيش. وبيفضل يلومها وما بيكونش مصدق ازاي حبت جين في الكام يوم دول، وبتقول له انا عاوز امشي علشان اكون حرة من كل حاجة، وبتقع على الارض وبيغمى عليها. هنا جين بيقرر انه يرجع لها تاني وبيلف الحصان وبيرجع، واول ما بيوصل عندها بيلاقيها واقعة على الارض، ولكن فجأة بيهجم عليه ليو وبيبدأوا قتال عنيف جدا مع بعض، وكل واحد فيهم بيحاول يقتل التاني. وبيكتشف جين ان ليو عضو في عصابة الخناجر الطائرة، وبيقول له ليو انه كان لازم يقتلها لانه حذره قبل كده انه يبعد عنها ورفض يسمع كلامه، وعلشان كده كان لازم تموت. فبيغضب جين جدا وبيهجم عليه، وبيستمر القتال بينهم فترة طويلة جدا ومفيش حد فيهم قادر انه يتغلب على التاني. في نفس الوقت ده جنود الامبراطور بيستعدوا بعدد كبير قوي علشان يهجموا على اعضاء الخناجر الطائرة ويخلصوا عليهم في مكانهم، وبنرجع للقتال وكل واحد فيهم بيقدر انه يجرح التاني ويصيبه اصابات خطيرة جدا، وبيقع على الارض اكتر من مرة وبينزفوا دم كتير قوي، ومفيش حد فيهم بيستسلم وكل واحد بيطعن التاني بالسيف في نفس الوقت. في الوقت ده بتقوم مي وبتقول لليو انه يسيب جين يمشي والا هتقتله. بيقرب منها جين وبيطلب منها انها ما تشيلش الخنجر اللي في جسمها والا هتنزف وتموت، ولكن للاسف بتسحب الخنجر وبترميه على ليو، ولكن ما بيجيش فيه وبيجي في الشجرة، وبعدها بتقع على الارض وبيقعد جنبها جين وبيحضنها وبيفضل يبكي، وبتموت مي للاسف في النهاية. ولحد هنا فيلمنا النهارده بينتهي. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، واستنونا في فيلم جديد على قناتنا. سلام.